السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال ان شاء الله. هنسمي ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل مع بعضينا رز معمر حادق. هيعجبكم، طريقته سهلة جدا وبسيطة جدا جدا جدا. دلوقتي انا معايا نص كيلو، مش هعمل كتير عشان محدش هياكله بصراحه الا انا ومرات ابني، نفسنا فيه وقلنا نعمله. قلت اصوره بقى وتشوفوه بالمره. ده نص كيلو رز. حلو يا حبايبي، كلام جميل. عندي معلقه سمنه بلدي، سمنه بلدي اهي. الحمد لله الذي رزقنا من حول منا ومن حول منا ولكم. بصوا، نحط معلقه سمنه بلدي اهي. بس احط معلقه حلوه محترمه كده اهي. معانا بقى اللبن بتاعنا اهو. حط على اللبن ده معلقه ملح اهي، معلقه ونص ملح. حاطه في اللبن ده قشطه اهي. بصوا ما شاء الله، لبن بخير. بصوا القشطه قد ايه اهو. هنقلبها بقى، ده الحقيق بتاعها. لما الملح يدوب مع اللبن والقشطه. هنحطه بقى اهو، نحط النص كيلو بتاعنا. ده حوالي نص كيلو وشويه لبن. بص انا كده عايزاه بسرعه اهو. هشغل النار عليه لحد بس ما هيبتدي ياخد غلوه واحده، وبعد كده هروح مدخلاه الفرن. ادي يا حبايبي ابتدى يغلى غلوه اهو. هروح طافيه عليه، هاخده بقى واروح مدخلاه الفرن عندي. ادي يا حبايبي عملنا احلى رز معمر، تاكلوه وتتهنوا بيه يا رب. بس بصراحه النور قطع وانا بصور كده وهو لسه في الفرن، ما خرجتهوش بره. بس بسم الله ما شاء الله، يعني ريحته جياشه. صحه وهنا للي ياكل يا رب.